ما هو الثمن القليل في المثال يا أخي؟ أنا اسمك عبد الله. ها؟ يلا عيسى. ها؟ كيف؟ كيف؟ المثال اللي ذكرنا ما هو الثمن القليل. أين وصلت؟ وين رحت؟ ها؟ كيف؟ والقلب في الصدر. طيب يا أحمد، أنت جار. نعم. في المثالين اللذين ذكرنا. والثاني عسى الله يسهل لنا واحد يكمل. واحد لا شيء عنده، وواحد عنده النصف، من عنده الكل. نعم. أحسنت، تمام. المثال الأول 100 ريال والثاني 100 درهم. واضح؟ كل منهم اشترى بيمينه ثمنا قليلا. طيب أرأيتم لو قال قائل أرأيتم لو اشتريت بهذا اليمين ثمنا كثيرا، حلف على مليون. نعم. إما أن نقول إنه قليل، لأن الله تعالى قال قل متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا كلها قليل. نعم. وإما أن نقول من اشترى بالقليل ثمنا قليلا فكذلك من اشترى بالكثير. المهم أنه انتهك حرمة اليمين بشيء من الدنيا، بشيء من الدنيا. طيب، قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أولئك المشار إليهم من المشار إليهم الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقوله لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم في الآخرة، كما قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب